درا من نوخن خزيان مخبى بردوا فاصل سوداني أكيد من زمرتة مناخ إيوان أغاسي أكيد مزاغرة بالسوداني وعم خزوة تلقى شابيرة أكيد طبعا أكيد مطيلا هدي خزيان مخبى همزمة خبوت محورة حلقة ديا أكيد إلى خا من مرعى تشقل خا شو برابقورة جو خيوتن جو دني يوماني أوند إلى مرض الحمى القلاعية خزيان مخبى كلنا نشميلا بديو شمايخ موذ عنواثة مخا ديو بتهمزمة بتفاصيل الدية بدي طخ سباب الدية وأرخاثة علاج الدية أكيد عم خابر صوبة دي لنا يبقاها من دي. أعزائنا المشاهدين نستقبل وإياكم ضيفتنا الطبيبة البيطرية الدكتورة آيات علي عبد الهادي. صباح الخير دكتورة. صباح النور. صباح الخير دكتورة. صباح النور. شرفتينا ونورتينا بالاستوديو. أشكرك أكيد اليوم نتكلم عن مرض الحمى القلاعية، لكن بالبداية نشوف هذا التقرير اللي عدى فريق الإعداد ونرجع مرة ثانية. شاثا قلعيتا إلى فيروس خيلانا ومطبيانا معبدن بصورتا ريشيتا على الخيوة أختها وراسا وإروة وعزة وغزورة لا مشان آها مرعى البرناشا إلا إلى مرعى سريا الخيوة وتربيثا خيويتا وزرعتا بصورتا قوانيتا وهاوي سابب قا خسران قنومياي قوري وكد مرعى شاثا قلعيتا إلى فيروس من بيثوثة بيكورنا فيريدي وبايشي ذيع بشمة فيروس تشاثا قلعيتا وكد مبينتي هويا بيتخومة عزيزة وشاثا بصورتا خضري شيتا وريمتا قودرغت خميموثة خيوة طبية وهرهادخ بلطي خكمة شخنة قوبومة خيوة ولشانة وعبدنتي على عملية دميخولتي وهرهادخ صليتا دريرد مبين من باصر شخنة تكي بلطي قوبومة ومن بلاطة خينة إلى نخثتا قوم بريتة خلوة وكيشانة آها فيروس من خيوة لخرينة بيدمانة بيشي مبلخة وميخولتي وميا شختانة لا إذ سمسامة لداها شاثة قلعيتا ولداها بايش عويذة سمسامة مبصرتا من شخنة بوما كيم عبدن آها مرعق وخسران قلومياي قوري أغم بريتة بسرة وخلوة وطيمة الصيرة إلى جو سمسامة أخطو عامة وكد شاثة قلعيتا إلى من مرعي قنطاية معبدني على قطاع زرع ثناية وقلومياي بصورتا قوانيتا. أكيد مشاهدينا رجعنا وياكم بعد ما أن شاهدنا هذا التقرير أكيد عن محور حلقتنا وهو انتشار مرض الحمى القلاعية وأسبابها. أكيد طبعا مثل ما قلنا في قبل التقرير أنه ويانا الضيفة الدكتورة آيات علي عبد الهادي. نرحب بك مرة ثانية. صباح الخير. صباح النور. دكتورة آيات، بداية يعني هذا المرض اللي انتشر مؤخرا أكيد بنحب تعريف عن هذا المرض، يعني شنو هي الحمى القلاعية؟ هو مرض فيروسي يصيب المواشي بشكل عام من أغنام، جاموس، أبقار، وانتشاره يكون كلش سريع بين القطعان، فيسبب لنا خسائر مادية، تراجع بالإنتاج الحيواني، ويعني ينتشر بمعظم دول العالم هذا المرض. نعم. أكيد دكتورة تكلمتي عن خطورة هذا المرض، ممكن نعرف أي الأجهزة يصيب الحيوانات أو يعني مدى قابلية مرض الحيوان عند إصابته بهذا المرض؟ يسبب له تقرحات بالفم والأقدام، هذا الشيء يسبب صعوبة بالحركة وبالطعام، فبالتالي يقل الإنتاج الحيواني خصوصا الحيوانات المدرة للحليب. نعم. مثلا، فهذا يسبب خسائر مادية وممكن يسبب لنا وفيات جدا عاليه بالحيوانات الصغيره اللي عمرها صغير، خصوصا اذا ما متلقى. طيب هو يعني طريقه انتقاله شلون تكون؟ مثلا خلينا نقول من الاعلاف او اكو من الجو، يعني شنو الاسباب مالته؟ طرق انتقاله هو خطورته لانه هو انتقاله جدا سريع، ينتقل من الجو بالرذاذ مال التنفس، ينتقل عن طريق الاعلاف نفسها، ممكن الطبيب البيطري او المزارع يقدر ينقله من مكان الى مكان اذا يفوت بحظيره ملوثه. كذلك الاعلاف قلنا الماء ممكن اذا ملوث ينتقل، والاتصال المباشر بين الحيوانات بكل تاكيد يعني هذا. طيب يعني المزارع بهاي الحاله شنو ممكن اللي يسويه حتى يمنع انه انتشار هذا المرض بين الحيوانات؟ اول شيء احنا لازم عزل اي حيوان يصير به علامات مرضيه معينه، لازم عزل هذه الحيوانات. ثاني شيء القطيع كله ما مثلا ممكن يبيعه او يغير مكانه او كذا، والاهم انه تبليغ الجهات المختصه، المستوصف البيطري مثلا،
حتى يتم السيطرة على الموضوع. أكيد دكتور، نلاحظ انتشار واسع لمرض الحمى القلاعية، والتخوف الأكبر هو هل احتمالية انتقاله للإنسان، هل ممكن ينتقل للإنسان عن طريق أي طريقة يعني ممكن ينتقل، وشنو أساليب الوقاية؟ هو ينتقل للإنسان بحالات جدا 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 نادرة. يعني احنا المشكلة الأساسية بالحمى القلاعية هي مو الانتقال للإنسان، وإنما هي الخسائر المادية. نعم. اقتصاديا خلينا نقول. نعم. اللي يأثر على الثروة الحيوانية. الوقاية من عنده أول شيء احنا طريقة يعني اللايف ستايل مالتنا والطريقة الطبخ، احنا نهتم انه اللحم يكون ناضج على الاخير. هذا الشيء بحد ذاته يخلصنا من هوايه ميكروبات وجراثيم. نعم، هاي بالنسبه اذا موجود يعني اي مرض. هو نعم. اغلب الامراض كذا. الشغله الثانيه انه نشتري اللحم من المصادر الموثوقه. نعم. يعني يكون جزار عليه رقابه، يجيب الذبائح مالته من مكانات مفحوصه الذبائح مسبقا في المجازر اللي بيها اصلا اطباء بيطريين مختصين في صحه اللحوم. هذا الشيء يجنبنا من انتقال اي مرض عن طريق تناول اللحوم، ما دام تكون مفحوصه من المجزره وما دام تكون جايه من جزار معروف. نبتعد من اللحوم اللي تكون رخيصة الثمن وما معروف مصدرها. نعم. هذا الشيء ممكن يسبب لنا أمراض وسموم. نعم. بالنسبة للأشخاص العاملين بتواصل مباشر مع الحيوانات، كيف ممكن تكون أساليب الوقاية لهم؟ أكيد لازم الكفوف، النظافة والتعقيم دائما، ولازم أنه أكو طبيب بيطري اختصاصه فقط صحة لحوم، يعني يشوف الذبيحة ويقيمها إذا هي قابلة للأكل أو لا. أوكي. طيب يعني هو له علاقة أنه هذا الفيروس ينتشر بوقت معين خلينا نقول، أو في موسم معين، أو ما له علاقة؟ ممكن يعني ينتشر ممكن الشتاء. بالشتاء ينتشر أكثر. أي ممكن. يعني أكو احتمالية. نعم. فلهذا ممكن انه المزارع ياخذ احتياطات اكثر خلينا نقول فصل الشتاء او بالاوقات اللي تكون نعم. بارده. اللقاحات هم جدا مهمه. المزارعين بعض الاحيان يعني قله وعي من عندهم ما يلجؤون للتلقيح الحيوانات، فتصير انتشار واسع للمرض من فتره واخرى. طيب شنو يعني هو اكو حاليا لقاح ضد هذا اكيد الفيروس؟ هو اكو، ومنظمه الصحه العالميه للحيوان تحرص على هذا الشيء، لكن الاهمال اكو بعض الاحيان، قله وعي، ما يلقحون الحيوانات، فيعني من تصير خسائر فادحه. دكتور، هل نلاحظ انتشار الحمى القلاعية عالميا، وما هي الاستراتيجيات الدولية المتبعة للحد من انتشاره؟ مثل ما قلت انه منظمة الصحة العالمية هي للحيوان تحرص على تلقيح الحيوانات، وتحرص ايضا على الرقابة البيطرية بشكل مستمر، وبنفس الوقت حتى تكتشف في حال وجود بؤر جديدة، لأنه الفيروسات عادة مثل ما نعرف تغير من يصير بها طفرات وتنشأ لنا بؤر جديدة من الفيروسات. دائما حريصة يعني عالميا حريصين على السيطرة على المرض. نعم. طيب كأطباء بيطريين يعني قمتوا بجولات داخل خلينا نقول المحال أو الأسواق أو حتى المناطق القريبة؟ هذه اختصاص، يعني صار عندكم توجيهات بخصوص هذا الموضوع؟ هذه أكيد. نعم، اختصاص العاملين بالمستشفيات الحكومية. اكو جهات الامراض المشتركه بين الانسان والحيوان، تفوت على رقابه على الجزارين، على المجزره نفسها، اكو رقابه عليها. دكتور، لا سمح الله اذا ممكن سمعنا انه احد الاشخاص مصابين او انتقل المرض الى عن طريق تماس مباشر مع الحيوانات او عن طريق اللحوم الفاسده، لا سمح الله اذا يعني صار تواصل، شنو الاجراءات المتبعه؟ كيف يمكن السيطره على الوضع بهذا؟ بداية هو المرض مو قاتل للإنسان، ومثل ما يسبب تقرحات في الحيوان نفس الشيء آثاره على الإنسان، نفس الأعراض يعني على الكفوف والفم، بس العزل والأخذ العلاجات الخاصة، وهذه يعني لا يعني ما نقدر نقول ماكو داعي للقلق، يعني ماكو داعي للقلق. أما بالنسبة حتى للاستهلاك الألبان، نعم، الألبان اللي احنا نستهلكها هي تخضع إلى عملية البسترة، اللي هي تخلصنا من الكثير من الجراثيم وتكون آمنة علينا، فماكو داعي لهذا القلق والخوف. هو أثاره يعني أكرر على هذا الشيء أنه هو
الخطورة مالته تكمن اقتصاديا، تسبب خسائر اقتصادية. نعم. يعني أنتم حاليا كأطباء بيطريين خلينا نقول أو كمختصين تطمئنون الناس والشعب بخصوص أنه يقدرون يستهلكون الألبان والأجبان وحتى اللحوم ذاتها، مثل ما قلتي أنه يمكن حتى تكون مطبوخة جيدا. مطبوخة جيدا، مصدر موثوق، هذه يعني يطمئنون الناس، يطمئنون بكل سلامة، يقدرون يستهلكون منتجات اللحوم والألبان وماكو أي خوف. طيب دكتورة، هو هذا الفيروس يعني بس يصيب الأغنام والمواشي فقط يعني أو كل الحيوانات خلينا نقول؟ هو تظهر علاماته بهذني الحيوانات المواشي أكثر شيء، وتسبب لنا خسائر بها. يعني هو ممكن يعني احتمالية العدوى، لكن هو ينتشر في بين المواشي. طيب عفوا، ما يصيب القطط أو الكلاب أو هذه؟ لا، ما له علاقة؟ لا يختلف. تمام. طيب حضرتك كطبيبة بيطرية تهتمين أيضا بموضوع تربية الحيوانات خلينا نقول يعني احكينا شوية عن هذه الوظيفة، هل هي أكيد يعني ممتعة أو خلينا نقول متعبة؟ هي ممتعة من ناحية التعامل مع الحيوانات، لكن بعض الأحيان تصير متعبة نفسيا من تشوفين خصوص القطط والكلاب، هي حيوانات أليفة ويعني مستأنسة ويانا عايشة. صحيح. فمن نشوفيها مريضة أكيد الواحد يتأثر نفسيا. احنا أكثر شغلنا اللي هو بالقطاع الخاص نتجه إلى القطط والكلاب. نعم. فآخر 10 سنوات تقريبا راجت هذه التربية بين الناس، انتشرت هواية، فصار يعني أغلب البيوت بيها لابد ما بيها حيوان أليف. نعم. وطبعا أهم شيء اللقاحات لهذين الحيوانات، لأنهم أكو أمراض خاصة تصيبهم ومنتشرة بالبيئة مالتنا، والاهتمام بأكلهم، نظافتهم. شنو يعني أخطر الحالات اللي تجيكم خلينا نقول، واللي الحالات تكون يعني شوية متعبة نفسيا؟ والله هي أكو مثلا مرض بالكلاب اللي هو عفوا، يعني هو خلينا نقول مرض داخل جسمه يكون طاعون القطط. هذا يأثر، بس هو ما يأذي الإنسان، هذا أهم شيء، لأنه هذا دائما يسألونه. يعني هو كأنه وظيفتكم شوية تكون حساسة. دائما المرض القاتل بالقطط هو طاعون القطط. هذا عادة السبب وفيات. بس هو مو معدي للإنسان. الفيروس مال طاعون القطط هو ما عنده مستقبلات بجسم، فقط للحيوان نفسه. فقط للحيوان. وكذلك الكناين ديستمبر مثلا، البارفو بالكلاب، البارفو هم قاتل. كذلك غير معدي للإنسان، فقط معدي بين القطط والكلاب. أكيد. دكتور آيات، رسالة تحبين توجهيها للجمهور المستهلك للحوم والألبان، رسالة أخيرة، أو للأشخاص يكونوا تماس مباشر مع المواشي في موضوع الحمى القلاعية؟ نعم. أول شيء الأشخاص اللي يعملون في المزارع لازم ياخذون حذرهم من خلال لبس الملابس الخاصة والكفوف والتنظيف والتعقيم. هذا الشغلة الأساسية. بالنسبة للمستهلكين للحوم والألبان، يطمنون وياخذون اللحم من المصادر الموثوقة ويطبخوه بالطريقة المعتادة اللي احنا نطبخها بطريقة صحية. والألبان كذلك احنا ناخذها هي مؤمنة ومبسترة، فماكو أي قلق إن شاء الله. أكيد. شكرا جزيلا دكتورة آيات علي عبد الهادي لوجودك اليوم. شكرا. وهذه المعلومات القيمة. إن شاء الله يكون لنا لقاء ثاني. شكرا.